ما كايناش الذبيحه، ولكن كيفاش داز النهار ديال العيد وانا في العروبيه. بقى حتى الاخر حيت غتشوف واحد الواد اللي فيه كهف من الداخل. فقت وانا نصبح على هذا الفيو الناضي ديريكتومون، غسلت صليت وانا نمشي للمصلى، حتى قربت وانا نتفكر باللي نسيت الصلايه. رجعت جبتها، ولكن في الرجعه مشيت كنجري حيت مشى عليا الحال. وصلت صلينا وسمعنا الاحسن خطبه، حيت في العربيه كيكون كلشي كيسمع بقلبه، وكتكون واحد الطمانينه اللي ما يمكنش نوصفها. وصلت سلمت على اللي قديت وانا ندوق احسن ملوي في العالم. مشيت نشوف الحولي اللي غندبحو، ولكن ما لقيت حتى شي حاجه، ومشيت نسيت راسي بالحلوه. فطرت دغيا من تما شدينا الطريق لواحد الواد ديما كنسمع عليه بزاف ديال الحوايج، بحال راه ماتوا فيه 5 ديال الناس، حيت كاين فيه كهف من التحت. الله يخليك تخشى من التحت بحال الكهف قال لك بحال الكهف. واخا ترددت شي شويه باش نتلاح، ولكن هاد التلاحيه راه شجعاتني باش ندخل. صراحه انا من حدك وانت كتدخل هذاك التراب كيجرك عنده لتحت، وهذا الشيء اللي خلى دوك الدراري كاملين يغرقوا. ولاد المنطقه ما كيعرفوش هذا الشيء، بقاو كيمتعونا بالتلاحيات الاول الثاني وحتى الثالث. فما تنساوش تردوا البال راسكم وتعوموا في البلايص اللي ما غارقينش بزاف. صيفط الفيديو لصاحبك ودير فولو باش توصلك اي حاجه جديده، والسلام عليكم.